يا اهلا وسهلا بكم يا احلى متابعين في فيديو جديد. وفي الفيديو ده بقى هشارك معاكم مميزات جديدة في تطبيق الماسنجر، وكلنا نقدر نحافظ على الخصوصية بتاعتنا ومحدش يقدر يخش على التطبيق ويشوف المحادثات بتاعتنا، لان في ميزة انضافت جديدة نقدر نقفل الماسنجر بالبصمة بتاعتنا بالشكل ده. وهقول لكم على ميزة كمان لازم نفعلها، عايزكم تتابعوا معايا الفيديو للاخر علشان الكل يستفيد. وبتمنى من كل اخواتي لو عجبكم الفيديو كلنا ننزل تحت نضغط لايك للفيديو واشتركوا معايا وسيب لي تعليق على ذوقك. وبس كده يلا بينا نبدأ الفيديو. اول خطوة معانا علشان نقفل تطبيق الماسنجر هنضغط على التطبيق بالشكل ده، وهنضغط على الثلاث نقط في الاعلى وهنضغط على علامة الترس، وبعد كده حضرتك هننزل تحت هنضغط على الخصوصية والسلامة، وهنا حضرتك هتلاقي اختيار انضاف جديد قفل التطبيق، هنضغط عليه وهنفعل الميزة بالشكل ده، وهنضيف البصمة بتاعتنا من هنا وهنختار اول اختيار. وبكده حضرتك لما نطلع من تطبيق الماسنجر ودخلنا على التطبيق تاني محدش يقدر يفتحه ولا يشوف كل المحادثات بتاعتنا الا لما يضيف البصمة بالشكل ده. وبكده هنكون انتهينا من الميزة الاولى. الميزة التانية معانا لازم كلنا نفعلها علشان نحافظ على كل المحادثات بتاعتنا ونخليها مشفرة بشكل تماما. كل ما علينا هنضغط على تطبيق الماسنجر وبعد كده هنضيف البصمة بتاعتنا، وهنا حضرتك هنضغط على الثلاث نقط وهنضغط على الاعدادات، بعد كده هننزل تحت وهنضغط على الخصوصيه والسلامه. هتلاقي هنا اختيار انضاف جديد الدردشات المشفره تماما بين الطرفين هنضغط عليها، تنبيهات الامان هنضغط عليها وهنفعلها بالشكل ده. وهنا حضرتك احنا بنحافظ على كل المحادثات بتاعتنا وبنخليها محادثات مشفره بشكل تماما. هنرجع من هنا وهنضغط على تسجيلات الدخول من هنا، وبكده حضرتك انا بقى هنا فاتح الحساب بتاعي على جهاز A72. لو لقيت اي جهاز غريب هنا لازم تخرج من الجهاز ده علشان الجهاز ده بيشوف كل المحادثات بتاعتك اللي انت بتعملها على تطبيق الماسنجر. وبس كده هيكون فيديو سريع وبتمنى يكون عجبكم، واشوفكم الفيديو القادم على خير بإذن الله.